صدمة كبيرة بيعيشها أهل مدينة العاشر من رمضان بعد العثور على جثمان طفل مقتول داخل شوال وملقى في الصحراء. الطفل ده اسمه إبراهيم علي، ساكن في مساكن عثمان. ده اتقتل على يد قريبهم وجارهم علشان كان عاوز يساوم أهله على فلوس، ولما يأس وحس إن هو هيتكشف ذبح الطفل إبراهيم ورماه في شوال في الصحراء. البداية كانت السبت الماضي لما نزل إبراهيم يشتري لأخوه حاجات من تحت واختفى، ويوم الأربع لقوا جثته في شوال ومرمي في الصحراء. تحريات المباحث وفحص الكاميرات أكدت إن القاتل هو جارهم وقريب الأب، وده بعد ما ظهر في كاميرات المراقبة نازل ومعاه شوال. الأسرة طبعا في حالة صدمة كبيرة، والأم في حالة انهيار تام، وبتسأل ليه عمل كده في ابني. ده ابني كان بيقول للمتهم يا خالي علشان ما بيخلفش. كمان أكدت إن المتهم قريب جوزها من بعيد وكان بيدور معاهم على الطفل وفجأة اختفى. وقالت إن الكل اتصدم لما عرف إن جارهم ده هو القاتل، لأنه قبل الواقعة طلب من حماها 10,000 جنيه سلف وقال له مش معايا دلوقتي، وقعد معاهم 3 أيام ومشي. الأم كمان بتسأل مش عارفة هو عمل كده في ابني ليه، وجاله قلب يذبحه ازاي. الأم كمان طلبت بحق ابنها وإن يتعامل معاه زي ما عمل في ابنها، وربنا يرحم الطفل إبراهيم ويصبر قلب أمه وقلب أبوه وقلب أهله. الواقعة كانت صعبة جدا على الجميع من أهالي مدينة العاشر من رمضان. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل له الرحمة والمغفرة، ولأهله الصبر والسلوان.